هكذا كان الفكر على امتداد قرون خلت في انفصام مع الواقع، له الثبات في المطلق، وللتاريخ المادي التغير والحركة. كان يحلو له بين حين وحين أن يطل من علياء تجريده على الواقع فيدينه تارة، وغالبا يعذره، لكنه من خارج كان يحكم وما كان يقوى عليه. وكان حين يتوق إلى واقع آخر أو أفضل يحلم أو يتخيل، أعني يتأول، وما كان يرتبط بقوى التغيير الثوري حين كان يطمح إليه، وما كان يدرك شروط هذا التغيير وأدواته. لذا كان يجنح نحو الطوباوية في أشكال شتى، فيقدم للواقع ذريعة بقاء وحجة تأبد. أي موقع كان يمكن أن يكون للمثقف في مثل هذا الانفصام المتجدد بين الفكر والواقع؟ موقع المنبوذ أو موقع خادم السلطان، سواء أكان شاعرا أم فقيها حكيما فيلسوفا أم أديبا. وما كان الفكر في الموقعين بقادر على أن يغير، كان يرفض أحيانا أو يبرر، يهجو أو يمدح، وفي الحالتين يرتزق أو يتصعلق إن خرج على السائد ونظامه، كأنه محكوم بموت يتأجل، يحتج على الشرع ويثور، لكن من موقع العاجز عن نقد الشرع، فيتصوف، يستبدل الأرض بالسماء ويزهد، أو يستكين للدنيا وللآخرة فيعقلن الاثنتين في نظام من الاستبداد لسلطته يرضخ. والسلطة بالدين تبدو مطلقة، وهي المقدسة بالغيب وفي الغيب. هي السلطة فوق الرفض وفوق النقد، سيفها على الرقاب مسلط، والرقاب خاضعة راضية، فمن تمرد فعلى سلطة الدين يتمرد، إذ ذاك يحل دمه حتى لو كان الحلاج أو السهروردي. أما ابن تيمية أو الغزالي أو من شابههما فعلى التمرد والمتمردين في كل عصر يشهران سلاح الدين سلاح السلطة، فيكبلان العقل، يرهبان الروح، ويئيدان الجسد. لم يكن للمثقف في عالم كهذا سوى أن يختار بين الاستتباع أو الموت، بين أن ينطق بلغة الاستبداد ونظامه أو أن ينطق بلغة الصمت، أعني بلغة المكبوت ورموزه. هكذا كانت الثقافة تجري في صراع بين اثنتين: واحدة هي ثقافة الأسياد بتياراتها المختلفة المتباينة، وأخرى هي ثقافة المقهورين بأنواعها المتعددة. لم تكن الثقافة يوما واحدة، وليس من الجائز حصرها في ثقافة رسمية أو مسيطرة أو معلنة. كانت ثقافة مناهضة لهذه مكبوتة مستترة، لعلها أكثر شيوعا من الأولى وأصدق تعبيرا عن ضمير الناس وطموحاتهم. كانت مثلا في حكايات ألف ليلة وليلة، أو في عروض خيال الظل، أو في سير الأبطال الشعبية، وهي بالتأكيد أكثر تمردا على الواقع القائم وأشد رفضا له، لكنها
عاجزة كانت عن تغيير العالم فيما هي كانت تطمح إليه. ليس بالحلم تكون الثورة، وإن كان الحلم شرطا من شروطها. ومن شروط الثورة أن يتوفر لها وعي متسق إليه تستند وبه تستبق الممكن، أعني الضروري. ومن شروطها أن يتجسد وعيها المتسق هذا أي العلمي في وعي القائمين بها، جماهير الكادحين المنتجين بأيديهم وأدمغتهم، صانعي التاريخ بوعيهم الممارسي. يستحيل الوعي النظري قوة مادية تدك أعمدة القائم وتهيئ لولادة الجديد. لم يكن للثقافة في زمن انفصام الفكر عن الواقع دور في تغيير العالم إلا ما لا يكاد يذكر. كانت كلما حاولت القيام بهذا الدور تقمع وتهان باسم الدين غالبا، وبتهمة الكفر أو الزندقة، وبتهمة التحريف أو الهرطقة. فالثقافي حتى في ثقافة الأسياد يرتد عليها وعليهم، فهو المبتدئ في فعل الحرية يتهدد ويزعزع. إنها القاعدة في كل العصور. كلما انحازت الثقافة إلى جديد ضد القديم، إلى المتغير ضد الثابت، إلى النار ضد الرماد، وإلى الحياة والحلم اضطهدت، واضطهد المثقفون أحباء الحرية والآفاق الزرقاء الرحبة. إنها البداهة في ضرورة أن يكون المثقف ثائرا أو لا يكون، وفي ضرورة أن تكون الثقافة للفرح الكوني ضد كل ظلامية أو لا تكون. تلك مشكلة المثقف والثقافة بامتياز، وهي قضية الثورة في آن. ثم التحمت لأول مرة في تاريخ الفكر نظرية الثورة بحركة الثورة، فالتأم الفكر في نشاطه المعرفي نفسه بقوى التغيير، فلم تعد الثورة تفتقد فكرها، ولم يعد الفكر سجين تأملاته. لقد بات الممكن قابلا للتحقيق، فهو الضروري في حركة التاريخ المادي لا يتحقق إلا بنضال ثوري. والنضال وعد الكادحين بأن أنظمة الرجعية والاستبداد إلى زوال، وللنضال شروط وأشكال وأدوات. من شروطه أن يهتدي بعلم الثورة، أعني بتلك النظرية التي أسسها ماركس وأقامت ثورات الشعوب المضطهدة على صحتها البرهان بالملموس التاريخي. ومن أشكاله ما تمارسه قوى المقاومة الوطنية في كفاحها ضد الاحتلال وضد الفاشية والطائفية. ومن أدواته الأولى الحزب الثوري، حزب العمال والفلاحين والمثقفين. منذ أن التحمت النظرية بالثورة لم تعد الثقافة حكرا على نخبة من الكهنة، فلقد عمت ضرورتها حتى بات على العامل كي يكون عاملا أن يكون بأدوات إنتاجه المادي مثقفا، وعلى المثقف كي يكون كذلك أن يكون بأدوات إنتاجه الفكري كادحا. والإنتاجان واحد في سيرورة التاريخ الثوري، هذا الذي يؤسس لحرية اليد المبدعة. ليست الثقافة كتابة، وإن كانت الكتابة من أركانها، إنها تملك للعالم في عملية من التحويل تروض العناصر، تفتتح الأفق وتبتدع الجديد. والثقافة إنتاج للعالم في حلم أو حقل أو مصنع،
أما المثقفون فهم المنتجون بأيديهم وأدمغتهم ضد أنظمة القمع والاستغلال والجهالة فكرا، فنا وجمالا هو حب للحياة. وأما غير المنتجين القابعين في قبحهم فهم الأسياد بأنظمتهم. وأما هدم الأنظمة فهي مهمة الثورة في كل آن. والثورة في لبنان ما تزال فاعلة في سيرورة حرب أهلية فجرتها الرجعية لإنقاذ نظامها الطائفي وفرض الفاشية، فانقلبت عليها وعلى نظامها ثورة وطنية ديمقراطية تخلخل وتصدع، لا يخيفها عائق فهي التي تخيف. بها ينهار عالم بكامله ويشرئب إلى الولادة آخر. تتفكك نظم من الفكر والاقتصاد والسياسة يصعب عليها الموت بدون عنف. تتصدى لجديد ينهض في حشرجة الحاضر وتقاوم في أشكال تتجدد بتجدد ضرورة انقراضها. تنعقد بين عناصرها المتنافرة تحالفات هي فيها على موعد مع الموت. إذن فليدخل الفكر المناضل في صراع يستحث الخطى في طريق الضرورة الضاحكة، فهو اليانع أبدا وهو اليقظ الدائم. في الحركة الثورية ينغرس ويتجذر، يستبق التجربة بعين النظرية ولا يتخاذل حين يفاجأ. يتوثب على المعرفة ويعيد النظر في ترتيب عناصره ليؤمن للنظرية قدرتها على التشامل ورحابة أفق يتسع لكل جديد. هكذا يكتسب كل نشاط نظري طابعا نضاليا، ويتوق كل نشاط ثوري إلى التعقلن في النظرية، فتتأكد بالتحام النشاطين في الملموس التاريخي ضرورة الفكر العلمي في أن يكون ثوريا، وضرورة الحركة الثورية في أن تكون علمية. والحرب في لبنان حربان: حرب على إسرائيل وحرب على الفاشية والطائفية. لكن الرجعية بأطرافها المتعددة تستميت في محاولة إظهارها مظهر الحرب الطائفية، وتفشل دوما في المحاولة برغم كل ما أحاط وما يحيط بهذه الحرب من وحول الطوائف. وكيف تكون الحرب طوائفية حين يكون الموقف من إسرائيل مثلا محورا للصراع فيها؟ كيف تكون طائفية حين يحتدم فيها الصراع بين القوى الرجعية الطائفية وهي من مختلف الطوائف، والقوى الوطنية الديمقراطية وهي أيضا من طوائف متعددة، حول الموقف من هوية لبنان أو من الثورة الفلسطينية أو من الأمبريالية أو من الاحتلال الإسرائيلي أو من قوات الحلف الأطلسي أو من اتفاق 17 أيار أو الاتفاق الثلاثي نفسه، ومن الاقتصاد الحر أيضا، بل حتى من الطائفية إياها بما هي النظام السياسي لسيطرة البرجوازية اللبنانية. ليست الحرب طائفية ولا الصراع فيها بطائفي، إنه في أساسه صراع بين قوى التغيير الثوري للنظام السياسي الطائفي والقوى الفاشية الطائفية التي تحاول عبثا تأبيد هذا النظام. فما هو موقع الثقافة والمثقفين من هذا الصراع؟ ما هو موقفها وموقفهم منه؟ ما هو دورها ودورهم؟ والسؤال لا ينحصر في لبنان ما دام الصراع فيه هو إياه بطابعه الكوني نفسه في جميع البلدان العربية، وإن اختلفت شروطه بين بلد وآخر وتنوعت أشكاله أو تفاوت تطوره إلى آخره. والثورة سيرورة طويلة معقدة تطرح على الثقافة سؤالها: أمع الثورة أم ضدها؟ وعلى المثقفين تطرح السؤال: أمع التغيير أم ضده؟
والسؤال سياسي بامتياز وثقافي في آن. لا تعارض بين السياسة والثقافة، وكيف يكون تعارض بين الاثنتين؟ كيف يصح اختيار الواحدة ضد الأخرى في منظور التاريخ الثوري؟ لئن كانت في البدء الكلمة فلقد كانت بدئيا مبدعة، وللحرية كانت ضد القمع تناضل وتثابر في رفض الظلم، وللحب كانت في قلب الإنسان تؤسس في فعل التغيير معناها، وتجود بالجميل يحتج على قبح العالم في نظم الاستبداد. هكذا تتكون الثقافة دوما ضديا، تنمو وتتكامل في صراع مستمر ضد كل قديم يموت. وفي البدء كانت السياسة صراعا مستمرا بين قوى التغيير الثوري وقوى تأبيد الواقع. يخطئ من يظن أن السياسة نظام حكم أو مؤسسات، أو أنها بالدولة تتحدد. إنها في ذلك من موقع نظر البرجوازية وإيديولوجيتها المسيطرة، لكنها في منظور العلم والتاريخ صراع طبقي شامل كل حقول الحياة، لا هامش فيه لرافض بالوهم أن يكون له فيه موقع. إنها حركة التاريخ في مجرى صراع له المتن والهامش فقط لمن قد مات أو كان من موقعه في الماضي رفيق درب للموت. إذن لكل ناشط في الحياة أن يأخذ موقعا وأن يحدد موقفا، أمع الثورة أم ضدها، بالكلمة الفاعلة واليد المبدعة. والثورة ليست لفظا أو تجريدا، إنها طمي الأرض لا يعرفها من يخاف على يديه من وحل الأرض. وكيف تكون الثورة نظيفة وهي التي تخرج من أحشاء الحاضر متسخة به تهدمه وتغتسل بوعد أن الإنسان جميل حرا؟ فلتتوضح كل المواقف ولتتحدد كل المواقع ولتكن المجابهة في الضوء. كيف يمكن للثقافة أن يكون لها موقع الهامش في معركة التغيير الثوري ضد الفاشية والطائفية؟ كيف يمكن للمثقف أن يستقيل من نضال ينتصر للديمقراطية هو أكسجين الفكر والأدب والفن؟ بوضوح أقول، فالوضوح هو الحقيقة. من لا ينتصر للديمقراطية ضد الفاشية، للحرية ضد الإرهاب، للعقل والحب والخيال، وللجمال ضد العدمية وكل ظلامية، في لبنان الحرب الأهلية وفي كل بلد من عالمنا العربي وعلى امتداد أرض الإنسان، من لا ينتصر للثورة في كل آن مثقف مزيف وثقافته مخادعة مرائية. إذا تكلم على الثورة في شعره أو نثره، فعلى الثورة بالمجرد يتكلم من خارج كل زمان ومكان، لا عليها في حركة التاريخ الفعلية وشروطها الملموسة. وإذ يعلن في نرجسية حمقاء أنه يريدها، فبيضاء لا تهدم ولا تغير، تبقي القائم بنظامه وتحن إليه إذا تزلزل أو احتضر. كثيرون هم الذين في لبنان يحنون إلى لبنان ما قبل الحرب الأهلية، ويريدون التغيير لعودة إلى الماضي، ويريدونه إيقافا لانهيارات الزمان. أما الآتي فمن الغيب إلى الغيب. إنه موقف المنهزم لا بصراع بل بتسليم واستكانة. إنه موقف من يصنع التاريخ بدونه، وله في التاريخ موقع ترفضه الثقافة، إذ الثقافة في تعريفها مقاومة.
فإذا ساوت بين القاتل والقتيل انهزمت في عدميتها، فانتصر القاتل وكانت في صمتها شريكته.